السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقانا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا. زي ما انتم شفتوا كده يا شباب، بفضل الله الأرنبة اللي أنا صورتها لكم وهي بتجهز في بيت الولادة يا شباب، بفضل الله الحمد لله طلعت لقيتها ولدت. الأرنبة دي يا جماعة لما أنا كنت بصور الفيديو بتاع التجهيز، أقسم بالله بعد منها بربع ساعة بالظبط، يعني الكلام ده كان العصر أو بعد العصر، لقيتها ولدت أرنب واحد. ولدت أرنب واحد. أنا سبت الأم ونزلت فطرت وتمام التمام، وطلعت يا جماعة دلوقتي بعد صلاة العشاء تمام، لقيت الأرنبة بفضل الله كملت الولادة. كملت يا جماعة الولادة ما شاء الله. حجم الأجنة نازل ما شاء الله يا جماعة. شوفوا كده يا شباب ما شاء الله، حجم الخلفة كبير. الجنين نازل ما شاء الله، حجمه عامل ازاي يا جماعة؟ حجمه كبير ما شاء الله، ربنا يبارك. وجايبة عدد بفضل الله. شايفين يا شباب جنين حجمه طول ايه؟ ان شاء الله ربنا يبارك. ماشي. والأم دي يا شباب متلقحة يوم 27/2، والنهارده يا جماعة 31/3. 31/3 يا جماعة بفضل الله. تمام يا شباب، فالحمد لله ربنا يبارك. ولدت وتمام التمام. جايبه عدد كام؟ تعالوا نعد بقى يا شباب. جايبه عدد قد ايه؟ جايبه ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ارانب، 10 ارانب بفضل الله. 10 ارانب اهو يا شباب. جايبه 10 ربنا يبارك. جايبه 10 ارانب. ام هاي بلس. ماشي. كل مره يا جماعه بتقول كده يا شباب 9 10. الحمد لله جايبه 10 ارانب زي الفل اهمت، احجام كويس زي الفل. وادي يا جماعه الام اهيت. الام يا شباب لسه والده حالا. تمام. طلعت يا جماعه لقيتها والده. كانت ولدت ارنب واحد، اقسم بالله العظيم ما بكذب عليكم، احنا في شهر كريم. ولدت ارنب واحد العصر، وانا نزلت وسبتها، ما رضيتش اتدخل لا بطلق صناعه ولا بيها حاجه. نزلت وسبتها يا جماعه. رجعت النهارده بعد صلاه العشاء لقيتها بفضل الله يا شباب والده 10 ارنب زي الفل. كل اللي عليك انت كمربي ان انت المفروض اصلا تجهز بيت الولاده عباره عن كرتونه تحت يا شباب، والتبن والقش. والام بتعمل العش زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهي، عامله العش دوران وبتنتف في الشعر يا جماعه. والقش بيشيل الشعر. القش بيشيل الشعر، بيعمل بمعنى اصح عش. ينفع العصفوره تجهز عش بدون قش او بدون عفش من الشجر او الكلام ده؟ لا طبعا. كذلك الارنبه نفس الطريقه، يفضل ان انت هي تعمل عش. الارنبه بتتعود انها تعمل عش يا جماعه. اكبر دليل خالص ان عندنا ام تانيه اهيت ان شاء الله ربنا يبارك، حركات بتولد اهي يا جماعه بفضل الله، برضه بتجهز العش بتاعها. تمام. دي اللي احنا كنا بنصورها هنا وهي بتلم القش. تمام. اللي هي كنا بنصورها وهي بتلم القش يا شباب بفضل الله اهي، نتفت الشعر اهي. تمام. برضه دي متلقحه يا جماعه يوم 28، مكتوب على الولاده ديت على العلافه تلقحها يوم 28/2، والنهارده 31، يعني كده بقى لها بالظبط 31 يوم. 31 يوم، ودي بقى لها 32 يوم. ولدت لوحدها طبيعي بدون طلق صناعي بدون اي حاجه. والده 10 ارانب احجام ربنا يبارك ما شاء الله اهم زي الفل. تعرف الام يا جماعه تحط العلف بتاعها قلب العلافه، وتاكد ان النبل بتاع الميه شغال والعلف مظبوط، وتتابع الخلفات دي يا جماعه. وتاني يوم ان شاء الله بتاخد مضاد حيوي. تاني يوم الولاده على قرار تاني، عشان الناس اللي بتدخل تسالني ومطلعيني يا عيني يا عيني في الاسئله على الواتس وفي التليفون. السلام عليكم، ازيك يا ابو نرمين؟ انا لسه داخل القناه بتاعتك بقى لي يومين ثلاثه او بتابعك، والام اعملها بعد الولاده. اكتر من 500 فيديو الارنبه ولدت وكل ما عليك فعله بعد الولاده. ادخل يا حبيبي شوف الفيديوهات. هنقول تاني عشان الناس اللي داخله معانا جديد، الارنبه ولدت وكل ما عليك فعله بعد الولاده. الام بعد ما تولد يا جماعه تاني يوم الولاده بتاخد 1 سم مضاد حيوي. 1 سم مضاد حيوي جنتاميسين او جنتاكيور. جنتاميسين او جنتاكيور 10%. تاني يوم الولاده. تالت يوم الولاده تاخد نص سنتي ايفوماج. نص سنتي ايفوماج زي ده يا جماعه، ايفر ماكتينا. تمام.
تالت يوم الولاده بتاخد كالسيوم اهو. دي يا جماعه امينو كالماج، كالسيوم امينو كالماج اهو. في بقى كالدماج، كالبرماج، امينو كالماج، كالماديكس اهو يا جماعه، ده امينو كالماج كالسيوم اهو يا شباب. ماشي، ده بتاخده تالت يوم الولاده، يا رب اللي هو رابع يوم الولاده. خامس يوم الولاده بياخد يا جماعه كافوزال اهو. دي يا جماعه فوسفو بلس، فيتامين ب 12. ماشي يا جماعه، ده فوسفو بلس فيتامين ب 12. في منه بقى اللي هو الكافوزال، كابوزال، فوتوزال، فوسفوزال، اليكس كافو، فوسفو بلس يا جماعه فيتامين ب 12 اه. شايفين يا جماعه فيتامين ب 12. ماشي يا شباب، بتاخد الحاجات ديت اربع حاجات ورا بعض. مضاد الحيوي جنتاميسين او جنتاكيور، مضاد الحيوي جنتاميسين او جنتاكيور. نص سم ايفوماج اللي هو المصري، ثالث يوم الولاده، رابع يوم 2 سم كالسيوم، خامس يوم 2 سم كافوزال. امشي مع الام كده صدقني تاخد تحويل ورضاعه وصحه للام زي الفل. هتلاقي الارنب ده زي اللي انت بتشوفه قدامك ده كده طالع واخد من امه كل حاجه. الام واخده الفيتامينات، واخده الاملاح، واخده الكالسيوم، واخده المضاد الحيوي، واخده الايفوماج. الارنب بيطلع معاك متظبط، تحت منها متظبط. تلاقي معاك عندك ارنب زي كده يا شباب اهو ان شاء الله. شايفين يا جماعه، شايفين يا جماعه الارنب ما شاء الله خير جنب امه يا شباب عامل ازاي، صحه وحيويه. مش ارنب مسلسله وظهرها مقشش والارنب شعر واقف الصغير ان شاء الله يا جماعه. شايفين صحه الارنب عامل ازاي، ارنب صغير ان شاء الله ربنا يبارك. بتلعبط بتلعبط يا جماعه ارنب. ماشي يا شباب، فطبعا عودوا نفسكم لو مشيت صح صدقني ربنا يكرمك وهتنجح. وادي يا جماعه الام اهيت ما شاء الله بتجهز ان شاء الله. لما تقول برضه هنصوركم باذن الله يا شباب، واحنا تحت امر الجميع يا جماعه. متوفر امهات عشار، ده برضه يا جماعه تلقاها عشار بفضل الله. متوفر يا جماعه امهات عشار. وادي يا جماعه الخلفه ديت، دورك بقى انت كمربي تلم الخلفات. ماشي اهمت تنقطهم على بعض كده، وتبدا انت ايه تغطيهم، تهتم بيهم عشان خاطر الجو برد لان لسه قرب لحم. وتاني يوم تفحص بقى تشوف الام ديت رضعت ما رضعتش، تتابع الخلفات رضعت ولا ما رضعتش يا شباب، عشان خاطر تعرف لو ام ما رضعتش طبيعي هتدخلها ترضع اجباري اللي هو الحبيس. لو ما رضعتش لوحدها هتدخلها ترضع اجباري، تعرف انت تتصرف. ماشي. وطبعا انا حبيت من خلال حلقه النهارده ابشركم وافرحكم يا جماعه معايا بالامهات اللي بتولد عندنا والخير اللي بيطلع عندنا يا شباب. زي ما انتم شايفين كده يا شباب حاجات ممتازه جدا جدا جدا، صحه حيويه ما شاء الله ربنا يبارك. في الارنب ده شعره عامل ازاي، شعره من اللي هو ايه الشعر اللي هو الطويل زي الهل الاسد عامل ازاي يا شباب ربنا يبارك. والارنب ما شاء الله ظهر بس شعره طويل، لا شعر طويل ربنا يبارك ما شاء الله يا جماعه خير. الصلاه على النبي. واحنا تحت امر الجميع يا جماعه. متوفر امهات عشار، انزل متوفر يا جماعه امهات عشار، سعر الام 400 جنيه. متوفر بطاريات مستعمله 6 عيون بتبدا من 900 جنيه لما لحد 1000 جنيه 1100 جنيه. توفر بطاريات يا جماعه مستعمله 6 عيون بتبدا من 900 جنيه لما لحد 1100 جنيه. متوفر بطاريات 8 عين من 1200 جنيه لحد 1500 جنيه، من 1200 لحد 1500 في الاستعمال. واحنا تحت امر الجميع. اي حد محتاج ارانب بفضل الله متوفره، سلالات محترمه جدا. امهات عشار، ام عشار يا جماعه ب 400 و450. امهات عشار 400 450 جنيه تمام. امهات بعيالها ب 500 جنيه، امهات يا جماعه بعيالها ب 500 جنيه. واحنا تحت امر الجميع. رقم التليفون يا جماعه للتواصل 010 28 35 9 175. رقم التليفون للتواصل 010 28 35 9 175. طبعا دي كانت حلقه النهارده. لو انت اول مره تشوف قناتنا ما تنساش انزل تحت واشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد. اي فيديو احنا ننزله. اشكركم لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.